المنتخب السعودي يخسر 4-0 من اسبانيا في كاس العالم. امس قلت لكم بتخسرون بالاربع من اسبانيا المنتخب السعودي وما صدقتوني. سالم الدوسري لا يلعب اساسي، بتخسرون ما صدقتوني. قلت لكم الحل عند ايمن يحيى وعبد الله الحمدان. سالم الدوسري بتخسرون اذا لعب اساسي، ما صدقتوني. ملك التوقعات يعطيك الحقيقه اللي بتصير، بس ما صدقتوني. هو انتوا جايبين لنا كاس العالم عشان تهزقونا ولا ايه؟ فيها عرب، فيها جدعان، يا شوالي مفيش ماتش يعني علقت عليه في كاس العالم ده غير لما يخسروا سكور. فيها يا معلم؟ يعني لسه الجون الخامس ملغي، وتقريبا كده المنتخب السعودي لا يخسر من الكبار الا 4. يعني خسر مننا في الماتش الودي 4، ودلوقتي خسران من اسبانيا 4. لكم الله، لكم الله. والله انا ما اعرفش في ايه العرب مالهم. يعني انتوا جايبين لنا تهزقونا، قولوا لنا ربنا يسترها ومنتخب مصر يكسب نيوزيلندا عشان يبقى تاني فوز عربي في كاس العالم. انا عمال اشوف تلاتات واربعات وخمسات وستات. في ايه؟ في ايه؟ هو مش مولد؟ ولسه العراق هتقابل فرنسا، ولسه الاردن هتقابل الارجنتين. انا خايف مستقبلنا كعرب يعني شكله وحش قوي. احنا بقينا شبه السلب. زفر يا حكم وانقذ تاريخ السعودية. هذا إذا عندها تاريخ أصلا. والله العظيم إذلال كروي اللي شفناه هذا حصة تدريبية. صراحة الراس الأخضر لعبت خير من السعودية. أنا ما فهمتش هذم كيف يلعبوا في كأس العالم. صراحة منتخب السعودية لا يستحق التواجد في كأس العالم. كيف يترشحوا؟ والله فضايح فضايح. مستوى سيء، مستوى رديء. هذم كيف يلعبوا في كأس العالم؟ صراحة هذا الكل بسبب المنتخب المغربي اللي أعطى أوهام وأعطى أحلام لبقية المنتخبات أنها قادرة تنافس في كأس العالم. قاعدين نشوفوا في النتائج السيئة ورا بعضها. العراق ب4، تونس ب5، اليوم السعودية بال4. هذاك هو النيفو. والله العظيم صراحة وبكل فخر المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي شرف العرب وإفريقيا صراحة، والمنتخب العربي الوحيد القادر أن ينافس في كأس العالم. يعني ايه؟ يعني انتوا بتسلموني لبعض؟ يعني انام الصبح على فضيحه منتخب تونس، اصحى بالليل على فضيحه المنتخب السعودي. المنتخب الاسباني بيكتفي في شوط اللقاء الاول بانه بيدي المنتخب السعودي 3-0، وده اللي كنت قلته امبارح. مباراة صعبة جدا. منتخب اسبانيا مش هيتعثر ماتشين ورا بعض. فرق امكانيات كبير قوي، فرق رتم مش طبيعي بين المنتخب الاسباني والمنتخب السعودي. وبعدين ما ترحمنا يا عم، ما ترحمنا يا عم. انت مش لسه كنت بتعلق الصبح؟ انت جايب الصحه دي منين؟ عصام الشوالي اكتر من استقبل اهداف في بطوله كاس العالم. عصام الشوالي في 4 ماتشات المنتخبات العربيه استقبل 16 جول، استقبل 5 اهداف. هو بيعلق على ماتش السويد وتونس، استقبل 4 اهداف. هو بيعلق على النرويج والعراق، استقبل 4 اهداف لسه الصبح، لسه من 12 ساعة. مباراة اليابان أمام تونس في 45 دقيقة مستقبل 3 أهداف من المنتخب الأسباني وقابلة للزيادة. عصام الشوالي في البطولة دي ممكن يخش موسوعة جينيس في أكتر معلق عربي استقبل أهداف في بطولة كأس العالم. يا ريت ما أشوفكش في ماتشات منتخب مصر. يا أخي عرفنا السن. نبي التقييم. احصائيات الشوط الاول بعنوان ما يقدر على القدره الا القادر. دي احصائيات المنتخب الاسباني ودي احصائيات المنتخب السعودي. منتخب اسبانيا باقل مجهود ممكن متقدم على المنتخب السعودي بنتيجه كبيره، والنتيجه قابله للزياده. المنتخب السعودي لازم يتماسك شويه عشان ما يستقبلش عدد اهداف كبير ياثر عليه بالسلب في المباراه الثالثه، لان حتى المنتخب السعودي لو خسر مباراه النهارده لسه عنده امل كبير جدا في الصعود من المجموعه في حاله فوزه على منتخب كاب فيردي. ربنا يستر على منتخب السعوديه في الشوط الثاني، وربنا يستر وما نرجعش بالكلاسيكيات ونرجع بالزمن واسمع المعلق السعودي في الشوط الثاني بعد ما يلاقي لاعب من منتخب اسبانيا بيشرب بقين ميه يقول لك والله ارهقناهم. البالو فيه المشاكل. البالو اذا كان غير نلعبوا نتقابلوا ما يقل القوة الصاد خدام راس ماشي باطل اللي يروح بيت على العرب. واش من معنى؟ ما عنده حتى معنى. تاريخية المنتخب السعودي بقى أكثر منتخب عربي خسارة في كأس العالم ب 14 مباراة، بعد تونس 12 والمغرب 11. يا أخي ده الكلام وأنا بقوله لي 100 سنة. حتى لما ينزاق جاء الهلال 5 مدافعين مع الكرة السعودية مستحيل تنجح، لأنه الناس دي مهاريين ولازم يلعبوا كورة هجومية زي ما كان بيعملوا رونار معاهم. لكن بالنسبة للسعودية لسه عندها فرصة تتأهل. لو غلبت كافيردي في المباراة الجاية بإذن الله عندها فرصة تتأهل. معقوله بس يا سالم الدوسري 18 سنه ياكلك بالطريقه دي؟ انت معقوله يا سالم الدوسري 34 سنه؟ والله يا اخي مباراه مخيبه للامال. الشوط الثاني نوعا ما تصلحوا، لكن انا شايف كانه ده مستحيل يقعد دكه تحت اي ظرف، و5 مدافعين دي مستحيل تنجح.
مباراه جايه 4-2-3-1 كانه داير ارتكاز. الامور دي بتمشي ان شاء الله. يا جماعه العرب والله ده كفار جد. ها نحن ما لاقي لنا جنب نرقد عليها لسه، وكمان العراق مع فرنسا الله يحلهم الحله بله. المهم دي احلى لقطه حصلت صراحه، سجود لامين يامال بعد ما سجل اول هدف له في كاس العالم مع اسبانيا. التكتيك الدفاعي مستحيل ينجح مع العرب بالذات مع السعوديين لانهم مهاريين. لامين يامال لم ينسى ويرد على جمهور المنتخب الاسباني. مع اويرزابال بلش يتذكر كرة القدم من بعد ما نساها باول مباراة. كوريا يسجل الرابع ويكمل حسب الهدف له انحسب لمدافع المنتخب السعودي، واحتفل بهذه الطريقة الاحتفالية الأيقونية. بداية على احتفالية لامين يامال من بعد الهدف الأول بأول هدف له بتاريخه مع المنتخب الإسباني في كأس العالم على الجمهور الإسباني من بعد البيان الرسمي اللي نزله عما حدث بمباراة مصر وإسبانيا. فعليا أكثر لاعب بحسد برشلونة عليه هو لامين يامال. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هو مدرب المنتخب السعودي. لعب ضد الأوروغواي أول شوط كان عم يضغط، ثاني شوط رجع على الدفاع، وبس رجع على الدفاع اتدمر حرفيا المنتخب السعودي، ما عرف يحافظ على شباكه نظيفه. بل عويس كان نجم اللقاء الاول. شفت ضد الاوروغواي ما قدرت تتحمل وعم تتلقى كثير هجمات، عم تلعب ضد اسبانيا بنفس الاسلوب، حاول على يطلع مرتدات صح، يعني لا مرتدات صح، لا تحولات صح، لا دفاع صح، لا عمق صح، لا اجنحه صح، لا اظهره صح، التشكيله غلط، الاسلوب غلط، عمل كل شيء غلط مدرب المنتخب السعودي بهذه المباراه. اما هيدي الصوره خلص من بعد ما صارت النتيجه 3 وقت النوم يا كبير. هيدا هي احصائيه المباراه، تسديدتين ولا واحده منهم على المرمى، الاثنين بالشوط الاول. يجب على المنتخبات العربيه يركزوا بموضوع الانهيار، تاكل جول بينهار الفريق كله. هيدا الموضوع لازم يتحسن بافضل طريقه ممكنه. فإلى المغرب بيتلقوا الهدف وبيكملوا عادي يا كبير، لانه في عقليه اوروبيه. هيدي مشكله لازم كل العالم يتعلم منها. خي اكلت جول جرب. ارد لك للمنتخب السعودي الف مبروك، للمنتخب الاسباني التاهل لدور ال 32. خلينا نشوف كاول او ثاني، المباراه الاخيره هي اللي حتحسم. حرفيا المنتخب السعودي ما جاش الملعب. السعوديه بتخسر من اسبانيا 4-0 مع الرأفة في غياب تام لكل لعيبه المنتخب. بجد والله حرفيا يعني الراجل ده صعبان عليا قوي والله العظيم. اللعيب الوحيد في ارض الملعب اللي ما يستاهلش ان هو يخسر او يظهر بالشكل دوت. بيحاول وشال كور كتير وبيحاول ان هو يدافع عن مرماه، ولكن دفاع السعوديه سيء جدا جدا جدا، وحرفيا مش في ايده يعمل اي حاجه. يعني الموضوع مش في ايده. اسبانيا النهارده كانت تقدر تكسب قد الاربعه دي 3 و4 كمان لولا محمد عويس زي انا ما قلت لك. وجول خامس اتلغى لمنتخب اسبانيا في اخر دقائق المباراه. للاسف منتخب السعوديه النهارده بالاداء اللي ظهر بيه ما كان للامانه يعني مستوى مخيب للامال. بعد حتى الاداء الكويس والنتيجه الكويسه قدر يعملها المنتخب السعودي في ماتش الاورجواي اللي فات. فهارد لك لمنتخب السعوديه وللشعب السعودي. حاولوا ان هم بقى يكسبوا المباراه الجايه عشان يكون في امل للصعود.